انت معانا ولا مش معانا؟ انت بتشجعني ولا مش بتشجعني؟ طبعا يا جماعة ردود افعال غريبة جدا من الجماهير العربية بعد ريمونتادة الارجنتين على منتخب مصر. حاجة بصراحة تزعل. انا عايز اعرف الجماهير ديت معانا ولا ضدنا؟ طبعا احنا كمصريين، انا بتكلم عن نفسي يا عم، انا ماليش دعوة بحد. انا راجل بشجع اي منتخب عربي، وبالاخص طبعا لما اشوف المنتخب المغربي مشرف الكرة العربية فانا لازم اشجعه واطلع اتكلم عنه بكل حيادية. فانا عايز اعرف انت كمشجع مغربي انت مع مصر ولا ضد مصر؟ اللي انا بشوفه دوت حاجة بصراحة مزعلاني. الجماهير يا جماعة، في بعض الجماهير طالعة بتعبر عن الفرحة الهستيرية بعد خسارة منتخب مصر امام الارجنتين، فده حاجة طبعا مزعلاني. بس طبعا مش هسيء لكل الناس لان مش كل الناس زي بعضها، كل واحد عنده حرية شخص. وفي ناس طبعا زعلانة جدا من اخواتنا المغاربة اللي كانوا دايما بيساندوا المنتخب المصري. فتعالوا يا جماعة اخدكم دلوقتي واعرض عليكم ردود افعال الشارع العربي والجماهير العربية بعد خسارة منتخب مصر، وهسيب الحكم ليكم. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نشاهد الفيديو. انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 للمونديال بتقدم المنتخب المصري. أنا مش مصدق نفسي، الدقيقة 75 ومصر متقدمة 2 على الأرجنتين. شو يعني كوليدي؟ شو يعني؟ ما لنا في النهار واحنا جالسين لكم من النقل. هيشد روحكم ليه؟ البلدة سجلت تعادل الأرجنتين، الأرجنتين عادت من الموت. أتعبتني يا اليوم، أرهقتني يا اليوم، كلما قلت مستحيل يا جماعة، قسما بالله مستحيل ريمونتادا أرجنتينية على مصر. مستحيل يا جماعة، قسما بالله ليونيل ميسي. الهدف الثالث في آخر دقيقة. انا بفضل ان منتخب المغرب يخرج من البطوله، مش عشان انا عندي مشكله مع المغرب او في مشاكل او الكلام ده كله، لا، عشان نبقى خرجنا كلنا. لا شيء. سيناريو بالحرام، اقسم بالله سيناريو بالحرام. اقوى ريمونتادا بتاريخ كاس العالم، سيناريو بالحرام. الارجنتين عاد بريمونتادا تاريخيه لمصر، قتلوا احلام مصريه 3-2. قلت لكم غتيقوا بيا يا صاحبي، انا مشيت جبت حمار كحل دابا، وانتم واش مسطين؟ حتى قلت لكم ما غيدوزوش. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. اركبوا الطائرة وعودوا إلى القاهرة يا مصاري، فقد صنعتم التاريخ. أي متعة ننتظر؟ عن أي نقاش سأعلق؟ عن أي الأسماء سأتحدث؟ الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح. كور بتاعتنا، هجمة لينا، يحسب عليك فاول. زيت أي لمسة، أي حد يقرب من ميسي فاول أو إنذار. إنا لله ودعمت. رب يكون فيها حاجه، رب يكون فيها حاجه. في ضربه جزاء، والله ضربه جزاء من الفار الرسمي عشان لا حد يدعي المظلوميه ويقول احنا مظلومين. من الفار الرسمي شوفوا ايش قالوا عن اللقطات. الحكم ما اخطا في اي لقطه. حرام 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 يا مصر، حرام يا حرام يا مصر، متقدمين 2-0 آخر 10 دقائق. المنتخب المصري دقيقة 80 رابح 2-0 ضد الأرجنتين، وهما رابحين 2-0. ولوا الجوالات متاع مصر يمشيوا هكا. يا فرحة ما تمت يا مصريين، يا فرحة ما تمت. اركبون في العمالية. المغاربة اللي طالعين شمتانين ويقول لك انتوا خسرتوا ومش خسرتوا. البوسنة والهرسك أنا السبب فيه. يا شاسرة ما كان والو مصر. ما كان والو، على بالي بلي فرحتوا. بابا واحد الماتش ما تقولي لا اربيتراج لا والو، كاين ميسي اللي ما يخدموش معاهم غير يشوفوهم سيري واحد بحال هذيك ليكيب يشوف كاع الافارقه يخسروا دوزيام ميطو. السينيغال مصر كاينه غير واحد البلاد ما تخسرش دوزيام ميطو، عرفتوا واش شكون؟ الياس هو الياس وحسان ايه السيناريو ده؟ ايه السيناريو ده؟ ايه ده؟
ازاي؟ خلاص احنا كنا قلعنا ملط هنا، احنا كنا بنحتفل. عشمتونا قوي يا جماعه، عشمتونا قوي. شويه غلطات بسيطه ضيعت يعني احسن حلم الواحد حلمه من يوم ما اتولد تقريبا. عارف ايه اللي يقهرك؟ ان هي كانت قريبه، وانا قعدت احلم يا اخي بعد الهدف الثاني في الدقيقه 82 وقلت لسه بقول اخر 10 دقايق واهم 10 دقايق في حياتكم. بوم. اداء كان مشرف جدا، مشرف، والمباراه كانت صعبه وما قدروا ينتزعوا منا الفوز بسهوله، وهذا لحاله فخر. عودوا الى القاهره، لا نريد شيئا، عودوا الى القاهره. ولا ريمونتادا داروا اليوم منتخب الارجنتين يا صاحبي. يلا يبكي يا ولد يبكي. علاش المغرب ما كيتقارنش نهائيا مع الدول الافريقيه؟ رسميا المغرب هو الوحيد والأوحد الذي يعبر إلى ربع نهائي مونديال 26 من ضمن كل الدول الإفريقية والعربية والأمازيغية. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. باي باي مصر، ان شاء الله ان شاء الله داروا اليوم الريمونتادا اللي ما يمكنش الخوش بالرجوله. احبابنا تبارك الله عليكم، ناموسه وقاموسه. شتي اقسم لك بالله انا نقول لكم جماهير المغربيه باش تعرف هذه المساله هذه. شتي بربي وكندازوا وتسقسينا حنايا ضد فرنسا كانوا غادي يديروا الفيشطه. المغاربه احنا خسرنا بس احنا كسبانين بيكو، احنا معاكم قلبا وقالبا. صار صدمة في 10 دقائق بالضبط يحول النتيجة من 2-0 ل 3-2. كل المباراة ما عندهم أي هجمة. كرة القدم اليوم كانت قاسية وقاسية جدا مع منتخب مصر. منتخب مصر قدم مباراة للتاريخ، كان قريب جدا من الفوز والتأهل على حساب بطل العالم منتخب الأرجنتين. والعرب والأفارقة راه والله كأس العالم ما سهل، راه والله مواجهة منتخبات كبيرة وتبقى شاد معاهم الريتم 90 دقيقة كاملة أو 120 دقيقة كاملة وفي الاخر تقصيهم، راه ماشي شي حاجه اللي سهل. منتهى الامانه مش قادر ما ازعلش، وفي نفس الوقت السيناريو اللي خرجنا بيه كان قاسي قوي. متقدم 2-0 وفاضل 10 دقايق على النهايه. ما تحير لك ما تغيب لك ما والو، يلعبوا كونتر ميسي عادي جدا، ما تجيك بيزار ما والو. كانوا رابحين زوج ومن بعد بصح نعمل يلعب مع هذا البرغوت. هذا البرغوت كون يديروا تورنوا في جهنم يديها ويربحها نورمال. والله العظيم حرام، اقسم بالله العظيم حرام. كاسبين الارجنتين 2-0 لحد الدقيقه 75 وما يجيبوا 3 اجوان في ربع ساعه. الله يخرب بيت الكورة، الله يخرب بيت الكورة يا شاب. شوف القهر، والله العظيم انها قهر. باقي 10 دقائق، 10 دقائق من 2-0 يقلبها 3-2. الرجعة تغيظ، الرجعة توجع القلب، والله العظيم الرجعة توجع القلب. من 2-0 وهدف ملغي إلى 3-2 للأرجنتين، والله العظيم وجع قلب. والله العظيم سبب خسارة مصر اليوم هذا المدرب. ريقك ماشي صح يا حبيبي، أمورك طيبة، متقدم 2-0 تلعب بالتشكيلة. ليه تلعب بالتشكيلة؟ الله يرحم والديك، ليه تلعب بالتشكيلة؟ عمر في 4 دقائق فقط صنع هدف تقليص الفارق وسجل هدف التعادل. الأرجنتين في آخر الدقائق تسجل هدف الفوز 3-2 وتنتهي المباراة. ريمونتادا تاريخية في 10 دقائق. مصر قدمت مباراة للتاريخ. خوتي والله سيريو، اسكو هذا اللي داره ميسي اليوم كونتر مصر، اسكو يبان لكم هذا الجوار عنده 39 عام؟ واسكو يبان لكم بلي هذا بنادم؟ خاطر شادار باس وبوت وشغل ضيع بين دارهم. ونزيدكم حاجه، ما يماركيش بينالتي، لا بينالتي تحبسهم. مصر خارج بطولة كأس العالم. مستحيل ليونيل ميسي بريمونتادا يا رجل، كيف عملها؟ المنتخب المصري الشوط الثاني اللياقة عنده انتهت. ما الحكم ما سوى اي غلط. هذه هي اللقطات امامكم، شوفوا ما في اي شيء، ما فيها اي شيء. ويدزوا في صدورات بعضهم على الارجنتين. الارجنتين تقضي على المنتخب المصري بالضربة القاضية باش المصريين المرة الجاية ما عادش يمشوا المشي هذيك نتاع دقيقة 80. ايه السيناريو ده؟ والله العظيم ماتش، والله العظيم يعني انا مش عارف اشكر لعيبه المنتخب ازاي، بس يعني ماتش يعني حلو حلاوه، واحبطت احباط في الاخر هتجنن. انا قلت خلاص احنا كسبنا. يعني ما كناش نتمنى، يعني ما كناش عارفين ان احنا ممكن نوصل لهنا، بس ليه ما نكملهاش؟ يعني شويه غلطات تافهه ملهاش قيمه في الدنيا، حاجات انت قاريها المفروض ان هي تحصل دلوقتي. الواحد ما فيش ثانيتين بيقول حسام عبد المجيد لازم ينزل، جون دخل. طب حسام عبد المجيد لازم ينزل، جون تاني دخل.
هذا هو اللي غير المباراة. في 80 دقيقة ميسي كان بيلعب في العمق، والمنتخب الأرجنتيني يا أخوان كان بس بيلعب كرات على الأرض. ولكن نقطة ضعف المنتخب المصري كلنا نعرفها هي الكرات الطولية. فإيش سوى سكالوني رجع ميسي للجناح اليمين، وبعدين خلى روميرو يتقدم لقدام عشان روميرو يستقبل الكرات الطويلة والكرات العرضية. ومن بعد اللي سواه هذا في 10 دقائق بالضبط منتخب مصر استقبل 3 أهداف، وكل ال3 أهداف من كرات عرضية. كانوا متقدمين فرق هدفين، بس لما يكون خصمك ليونيل ميسي، لما يكون خصمك الأسطورة ليونيل ميسي، ما فيك تغفى عن المباراة ولو ثانية واحدة. تفاصيل صغيرة جدا فرقت مع منتخب الأرجنتين. ليونيل ميسي صنع، ليونيل ميسي سجل، ومنتخب الأرجنتين قتل منتخب مصر بالثواني الأخيرة وسجل الهدف الثالث، وقدر ينتصر بمباراة كانت صعبة جدا على منتخب الأرجنتين. المنتخب الوطني المغربي بين العرب وبين الأفارقة ولا وهمهم أن كأس العالم شي حاجة اللي سهل. راه شفنا دابا مصر، تخيل صاحبي الدقيقة 77 ولا ما عرفت 78 وانت رابح بفرق 2 ديال البيوتا وكتقسم المسابقة. انا متاكد كون كان المنتخب الوطني المغربي في الحاله هذه كان يزيد هدف الثالث ماشي غادي يخرج من المسابقه. ميسي شو عملت اقسم بالله سيناريو ابن حرام. مصر على وشك 10 دقايق كانت 2-0 اصبحت 3-2. يا الله، مش عارف افرح ولا ازعل. ليه السيناريو ده؟ ليه كده؟ كنا نخسر من الاول وخلاص. ليه السيناريو ده؟ ليه اخسر كده انا؟ لعيبه رجاله بس هذه أسوأ سيناريو ممكن تتخيل. يا ليتها انك طالع من بدري، يا ليت الارجنتين متقدمه 2-0 3-0 من بدايه المباراه. تحط احلام وتحط طموح يا اخي، ليش يا اخي؟ كتحكم هذا كاس افريقيا تمركي 2 بيوت وتبقى كطيح وتلوى في الارض وتضيع على وقت، والحكم معك والزئبق الاحمر معك ويعطيك حمراء ويعطيك بيلانسي وضيع وما يزيدكش الوقت. لا عمي، هذا راه كاس العالم. مشيت انا الناس كلشي كيعيطوا، الوالد قال لي فين هو مشك، قلت لي ها هو جايب معاه الترس هذا كلب كحل حمار كحل، صيفطناهم في قفه مقطعه. معليش موسى صلاو فيه الجماهير نتاع اكاديم ودار الحركه الله يرضي فيه. وكان موسى ما احترمش الشعب المغربي. في الندوه الصحفيه ضرب عند واحد الصحفي قال له 50 سنه ما خدتوش كاس افريقيا. المغرب بتاع عربية تاع عربت هو سيدهم، المغرب بالعربية تاع عربت هو ملك افريقيا، المغرب بالعربية تاع عربت هو بعبع افريقيا، المغاربة هم اسياد افريقيا. الكاس ان شاء الله للمغرب، احنا معاكم قلبا وقالبا، احنا زعلانين بس مبسوطين ان كنتم موجودين. والله ما فهمت انا حاجه، كنت رابح 2-0 ولا تلقى روحك مانيش فاهم، بان لك ربحت الماتش نورمالمون. شوف يسيفي لاربيتر وما تلقاش روحك الماتش، حتى تدخل لي فيستير باش تقول صاين ضمنت الماتش، تلعب مع ميسي الحاج. بس اللياقه الذهنيه واللعب على مدى 90 دقيقه هذا الشيء ما موجود. الارجنتين المحظوظه اكثر منتخب محظوظ بالتاريخ ورب الكعبه. بينالتي يتحبسهم هو يا كوفرون يا بيت في اللعب في الجو، ما يمركيش بينالتي يحبسها. بارتيا كي دايره باش المره الجايه تتعلموا كي يزفر الحكم دقيقه 90 وفات البارتي، الوقت هذاك تمشي لي كالمشيه، مادام ما زفرش ملا الارجنتين يا بابا. ماشي مشكل، خيرها بغيرها، حنا عارفين ان لافوت ماشي ديالكم ديال المغرب. صحابكم كاس العالم راه سهل، وخلاكم تحسوا على ان كاس العالم راه سهل، وهي النتيجه دابا. يلا عودوا الى مصر، لا نريد شيئا.